كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر نجيء. السلام عليكم، أنا القائد عبد الرحمن المكي، تخصصي في مجال اللغة العربية وآدابها والعلوم الإسلامية. رسالتي أن أكون عاملا نافعا صانعا لنهضة الأمة في مجال اللغة العربية وتفسير القرآن الكريم. رؤيتي أن أكون صاحب إحدى كبرى المؤسسات في الشرق الأوسط التي تهتم بخدمة التفسير الدعوي للقرآن الكريم بما يجعله جاذبا للناس لكي نعيد الأمة إلى نهضتها. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم. معكم القائد اسلام حسن، ثالثه اداب اعلام عين شمس. بدرس اعلام وبحب مجال الاعلام جدا، ورسالتي في الاعلام هي خدمه وتنقيه هذا المجال الاعلامي. ورؤيتي هو ان اكون مدرسا ومعلما لمجموعه من الشباب يقودوا هذه الامه في هذا المجال الذي يصنع وعي الامه. السلام عليكم، انا القائد سيد مختار السيد. رسالتي ان شاء الله ان انا ابني اندلس جديده ومنها نهضه امتنا ان شاء الله وتكون دايما، وعشان كده دخلت مجال الهندسه عشان اكون واحد من عمار الارض. رؤيتي ان انا امحي الاميه، خصوصا الاميه الدينيه والفكريه، لان هم اكثر حاجه عندنا في المجتمع، وازرع الايجابيه في المجتمع، لان ده هيكون ان شاء الله بإذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا القائد أحمد محمد طه. رسالتي في الحياة إن يكون أهل الأرض أكون سبب في طاعة أهل الأرض، ومن كده يكون نهضة الأمة، والأمة ساعتها تقدر تحرر فلسطين، وإن شاء الله يكون الرسالة تكون واضحة. شكرا. أخوكم في الله أحمد علي مؤمن، حصل على بكالوريوس نظم معلومات إدارية شعبة حاسب آلي. بنتمي لجماعة الإخوان المسلمين حزب الحرية والعدالة. شاركت في ثورة 25 يناير، وكانت بجد نقطة تحول بالنسبة لي في حياتي. بحاول إن أنا أرضي ربنا ورسوله على قد ما أقدر، بس برضه مش راضي عن نفسي كتير قوي، ما عملتش لسه أي حاجة خالص. بس ده كل اللي أقدر أقوله عن نفسي، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قائد أحمد مصطفى إسماعيل، طب بيطري الفرقة الرابعة في جامعة إحياء المنصورة. أنا هدفي الأسمى إن أنا أحاول أوصل للمة الصحية لكل الناس بالابتسامة أو معاملة حسنة، وغير كده أزرع الإيجابية في كل الناس، وما أشوفش إنسان محبط قدامي خالص، وأكون طبيب بيطري مواكب في العصر، لأن الطب البيطري في مصر مستوى ضعيف جدا، برغم إن الطب البيطري أصبح من أهم دوائر الاقتصاد في جميع الدول. الاقتصاد في الشرق الأوسط 60% منه من الاقتصاد الدولي.